عبثيات فيلم حلم العمر. بص، انا واحد من الناس اللي بتحب الفيلم ده جدا، وكل لما يجي بتفرج عليه عادي، ما عنديش مشكله. الفيلم ده عليه جدل غريب، في ناس بتحبه جدا وناس شايفاه فيلم فاشل. انا بحسه فيلم حلو والله، ومش عارف صناع الفيلم ده وهم بيعملوه كانوا قاصدين ان في مشاهد تجيب ضحك وتتعمل عليه كميه الميمز دي، ولا جت معاهم بالغلط. يا رشدي يا فين يا دور. الفيلم ده فيه شوية عبثيات كده، أنا مش فاهم هم عملوها ليه، من أول لما بيسيبوا الإسماعيلية ويروحوا مصر. الواد كبر يا اخوي وعايز يرفرف بجناحات. ليه الأوفر؟ انتوا رايحين القاهرة مش مهاجرين بره مصر. الحاجة التانية بقى، يعني أحمد ده ملاكم ونفسه يبقى ملاكم جامد وبطل مصر وكده، يعني نفسي أفهم ليه بيغني طول الفيلم. هو يعني عشان البطل حمادة هلال يبقى لازم يغني يعني؟ بص، يعني أحمد ده الدنيا بايظة معاه ومش لاقي ياكل وساب النادي وأمه اتحبست وصاحبه كتفه اتخلع واتخانق مع نور، والمشهد اللي بعد كل ده ليه؟ طيب مش لازم يطلع البطل وهو بيغني؟ وفي المشهد ده بقى نور بقى لها نص ساعة بتتحايل عليه عشان يرجع لها، وبتقول له ان هي بتحبه ومش قادرة تعيش من غيره، وهو رافض وبيزعق لها وبيضربها بالقلم، فهي طبعا بتعيط وتمشي، فأحمد يغني لها ليه ما استنيتيش ايه يا ابني؟ ما هي بقى لها ساعة بتتحايل عليك اهي. والعلاقة والإفيهات اللي بينهم كانت غريبة قوي يا جماعة. انا عايز 4 بنات و4 ولاد وشاي و7 كوب، وفي ورقه تاني. بس والله كان فيلم حلو، وبجد المشاهد بتاعت الملاكمة والماتشات كانت معمولة حلو فعلا، والمشهد اللي بيكسب فيه بطولة العالم هيخليك تتأثر بجد. والفكرة ان انت لو فكرت كده ايه الافلام المعمولة عن الملاكمة، مش هتلاقي غير الفيلم ده وفيلم النمر الاسود بتاع احمد زكي. وبس كده، لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك وفولو عشان ده بيساعدنا اكمل.